السلام عليكم. النهاردة هنعمل الأوزي الخطير بطريقتي الخاصة مع صينية بطاطس بالفراخ. جميلة جدا، هتعجبكم إن شاء الله. حاجة كده سهلة وبسيطة جدا تشرفك في العزومات. ونسمي بالله ونبدأ. معايا بصلاية وسط أو كبيرة عادي، ومعايا طماطميتين، ومعايا عصرة ليمونة كاملة، هنعصر ليمونة كاملة كده. ومعايا البهارات عبارة عن فلفل اسود واربع حبات قرنفل ورق لورا وملح وربع معلقه جوز الطيب، وهنحط حبه زيت صغيرين كده وقد ربع كوبايه ميه. وهنضرب الكلام ده كله كده في الخلاط، ويكون الخليط بتاعي كده اللي معايا كده يعني تخين شويه، ما يكونش خفيف. وطبعا غسل الفراخ هنقعها الاول بمحلول ميه وملح وليمون حوالي ساعه الا ربع كده نقعتهم، وكنت منضفاها كويس قوي. همسك الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، ابقى عامله شده الجلد كده زي ما انتوا شايفين كده، عشان احشي الجلد من جوه كده الخلطه اللي انا عاملاها. هحشي بقى بقيه الكميه كلها، والخلطه اللي هتزيد هحتاجها شويه كده. انا كان كده معايا حوالي 2 كيلو اوراق. جبت معايا نص كيلو بطاطس، عليهم بصلايه كبيره زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها كده حلقات وفرغت الحلقات من بعضها. بعد كده قرن فلفل ورومي وقرن فلفل حراق. رصيت البطاطس بالشكل دوت. بعد كده هرص بقى الطماطم حلقات خفيفه كده، كنت عامله حلقات خفيفه. وبعد كده رشه ملح خفيفه جدا، لان انا حاطه الصلصه فيها توابل يعني. ورشه فلفل اسود برضو خفيفه خالص، قد نص معلقة صغيرة. وبعد كده هرص الأوراق بالشكل دوت. وباقي الخلطة حطيت عليها نص كوباية مية صغيرة خالص، ومعلقة صلصة بالشكل اللي انتوا شفتوه ده كده. وقلبتهم في بعض، وبعد كده حطيتهم على الوش الفراخ بالشكل ده. بعد كده هجيب ورق زبدة واغطي الصينية كده اهوت. وبعد كده احط عليها برضو الورق الفويل، وطبعا الفرن مشغلاها قبلها ب10 دقايق عشان تبقى سخنة. وهحطها في الفرن. بعد كده هجيب معلقة زبدة ومعلقة يعني قد بصلاية صغيرة كده. وبعد كده هحط اللحمة ديت لحمة مفرومة، أنا عاملاها لحمة اقتصادية شوية يعني. هبقى أنزل لكم بالطريقة بتاعتها أوريها لكم. يعني كانت عبارة عن كيلو لحمة، خليتها 2 كيلو يعني بطريقة بسيطة كده. هبقى أنزل لكم بطريقتها في فيديو تاني عشان خاطر يعني ما اطولش عليكم في الفيديو دوت. بعد ما قلبت اللحمة المفرومة وعصقتها بالشكل دوت، حطيت لها فلفل اسود وحبه ملح صغيرين، لان انا ما رضيتش احط لها توابل تانية، لان انا كنت يعني اللحمه كنت حاطه لها توابل وكده. طبعا الرز البسمتي عملته معاكم كذا مره. انا عارفه ان الرز البسمتي غالي شويه، بس يعني هو الكيلو ب70 جنيه. فانا باخد الكيلو بعمله حوالي يعني بقسمه على 3 مرات. فاحسبيها كده هتلاقيها بسيطة جدا يعني، والرز ما شاء الله بيقطع كتير جدا. زي ما انتوا شفتوا كده قلبته ببعضه كده. جبت اللحمة المفرومة اللي عصجناها والرز البسمتي بالشكل ده، وهجيب لفة الجلاش. اتأكدت ان لفة الجلاش بتاعتي ما كانتش مجمدة، لان انا كنت حاطاها في الفريزر وكده. طبق يعني طبق وسط كده، لا صغير قوي ولا كبير قوي. هحط ورقتين جلاش بالمنظر ده زي ما انتم شايفينه كده بالشكل ده. هحط اي مكسرات عندك، احط اي مكسرات. يعني سوداني، مكسرات فستق، كاجو، عين جمل. انا كان عندي عين جمل. حطيت المكسرات كده، وبعد كده معلقتين لحمة. وبعد كده احط حوالي 4 5 معالق رز على حسب ما الطبق يتملي معايا بالشكل ده. واسوي كده السطح، وبعد كده اضغط عليهم واقفل الجلاش بالشكل ده كده. واقفله من غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة، مش هحط دهون ولا اي حاجة. انا دهنت الصاج حبة زيت زي ما انتوا شفتوا كده. بعد كده هعمل لكم برضو طريقة تانية برضو اللي هو من غير المكسرات، لان انا عندي فريق بيحب المكسرات وفريق ما بيحبش المكسرات. فلازم نرضي جميع الاطراف يعني. ف يعني انت حتى لو مش حابة المكسرات اعمليه زي ما انا عملت كده يعني. اللحمة المفرومة، بعد كده الرز بالشكل دوت. واقفلها كويس واضغط عليها كده كويس عشان خاطر ايه ما تتفتحش مني. بس كده اهوت. واحطها من غير اي ماده دهنيه، هعمل الكميه كلها وهرجع لكم. المفروض بقى احط معايا بيضايه وحبه لبن وحبه زيت وذره بودره زعفران واخلطهم على بعض. طبعا ما كانش عندي بيض ولا لبن، لاني عايشه في حته شبه صحراء شويه كده. فعادي مفيش حاجه هتوقفنا، ونجيبنا الزيت وبودره الزعفران. وهندهن الجلاش بالشكل دوت زي ما انتم شايفين.
او الاوزي اللي احنا هنعمله ان شاء الله. وندهن الوش كويس قوي كده بالخلطة كلها، يعني بالزيت وبودرة الزعفران، ما نخليش حتة مش مدهونة. بعد كده الفرن طبعا سخنة، هحطه في الفرن في الرف الأوسط، واخلي بالي جدا لان هو بيستوي بسرعة جدا، يعني ما بياخدش وقت خالص. كده هنا الفراخ كانت استوت. عريتها كده، وطبعا الفراخ ما حطيتلهاش اي دهون خالص يعني، لا سمنه ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه. هي الفراخ نزلت الدهون اللي فيها وخدت الدهون كده، دهنت الوش كده عشان خاطر يعني الفراخ تتحمر. حطيتها تحت الشوايه شويه وبقت باللون الجميل دوت اللي انتوا شايفينه. والاوزي كمان خد لون كمان حلو جدا. ما شاء الله، يعني حاجه كده حلوه، يعني تشرفك في العزومات، خطير جدا. مستوي من تحت متحمر، ومتحمر من فوق كويس قوي. حاجة كده تشرفك جدا، جميلة قوي. وممكن كمان تعملي الأوزي كده مع بطاطس محمرة والسلطة، يعني كده هتبقى وجبة جميلة جدا. ومش شرط يعني تعملي صينية بطاطس بالفراخ والكلام ده. فممكن تقدمي جنبيه برضو بانيه. لو لوحده كده والله خطير جدا وجميل جدا، هيعجب الأولاد قوي. ما شاء الله جميل قوي، ونقدمه بالشكل الجميل دوت. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي، وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.